عليكم، مرحبا بكم في قناه حنان. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. كما تعودنا كل سنه قبل رمضان الله يدخلوا علينا بصحه وسلامه. كنوجدوا الشباكيه اللي هي ناجحه باسهل طريقه وباقل مجهود. هاد الشباكيه كتجي معلكه وناجحه وشاربه العسل. غادي نعطيكم في هذا الفيديو جميع الاسرار ديال الشباكيه، وغادي نبداو على بركه الله مع المكونات. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنا 1 كيلو ديال الدقيق يكون من نوعيه جيده مغربل من قبل، وعندي 2 كيسان ديال الجنجلان اللي حمرتهم وطحنتهم مباشره باش كيسهل عليا انني نطحنهم او كيتطحنوا بسهوله. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال النافع مطحون، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومع 2 معالق كبار ديال القرفه. هنا غادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم. الا كان بان لي باقي الجنجلان ما مطحونش مزيان فكنعاود نغربلهم. انا هنا راه مطحون مزيان، ما غاديش نعاود نغربلهم. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيندمجوا كما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الكوزه، غير شويه ما كنكثروش. الكوزه كتعطي واحد المذاق زوين للشباكيه. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت البلديه، ممكن تعوضوها بالزيت العاديه، نقدروا نستعملوها الا ما كانتش متوفره. وغادي نضيف واحد الكاس معمرش ديال الزبده اللي ذوبتها مزيان حتى نشفت من داك الحليب ومن السوائل اللي فيها. وعندي كاس معمرش ديال المزهر. كنخلط مزيان هاد المكونات غير شويه بشويه حتى كيندمجوا مع الدقيق. بالنسبه للشباكيه ديال العام اللي داز فانا كنت كنرمل الخليط، يعني كيكون مرمل كان بالزيت البلديه والزبده. هاد العام تفاديت هاد المرحله، ضفت حتى السوائل حتى هما مباشره مع الزبده ومع الزيت، لان الشباكيه كل عام كنتفاداو الحوايج اللي كنا كنديروهم من قبل. يعني كما كنقولوا الشباكيه عام على عام كنطوروا فيها. هنا كما شفتوا ضفت واحد 2 معالق ديال الخل، وهنا ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نضيف معلقه ديال الخرقوم، ممكن نعوضوها بالملون الغذائي او ضمه ديال زعفران، مكعبه ديال زعفران. غادي نضيفها على واحد الكاس كبير ديال الماء دافي مع الكاس كما كتشوفوا مع مرش، وكنبقى نضيف على الخليط شويه بشويه، يعني ما كنضيفش هذا الماء دفعه واحده. العجينه ضروري كتجي قاصحه، كنقصحوا العجينه. بالنسبه للخميره ديال العجينه انا ما كنستعملهاش، ممكن تضيفوها لكم الاختيار، انا كنتفاداها. مع العلم انني كما قلت لكم العام اللي فات كنت درتها في الشباكيه، هذا العام استغنيت عليها. كما سبق وقلت لكم بان الشباكيه عام على عام كنطوروا فيها، كنبسطوا فيها وكنسهلوا فيها باش هكا نحصلوا على شباكيه معلكه مجعبه وشاربه العسل. فداك الشيء علاش كنتخلاو على شي حويجات وكنضيفوا حويجات جداد. كما شفتوا هنا انا كنضيف الماء شويه بشويه، وكنشوف الا كان مازال خصني الماء كنزيد، ولا كانت العجينه تجمعت لي فكنوقف ما كنكملش هذاك الكاس اللي عندي. هنا كما قلت لكم ضروري العجينه تكون قاصحه باش كتجينا هشيشه. وشحال ما قصحنا العجينه شحال ما كتسهل علينا في الخدمه، يعني كنبسطوها بسهوله وكتجينا تشبيكه واقفه. هذاك الشكل كيجينا واقف ديال الشباكيه. واخا تشوفوها قاصحه ما تخافوش منها، راه كتطلق من بعد ما كنديروها في بلاستيكه لان فيها الزبده وفيها الزيت، فكتطلق كتساعدنا في الخدمه كتكون مطلوقه. وضروري كما قلت لكم ان العجينه تكون قاصحه. صافي هنا كما كتشوفوا كنجمع العجينه، وانا كنشوف واش العجينه مازال خاصها الماء ولا بركات عليها. كما كتشوفوا هنا راه غير كنجمع العجينه باش الخليط ينسجم مع بعضياته.
هنا العجينه تجمعات معايا كما شفتوا. غادي نقطعها على 5 ديال القطع وغادي نحتفظ بهاد القطع كلهم، غادي نحتفظ فيهم في البلاستيكه بطبيعه الحال. ما كنخليوهاش هكاك باش ما كتنشف ليناش، ضروري كنديروها في واحد البلاستيكه. ومن بعد غادي ناخذ واحد القطعه وحده، يعني غادي ناخذ غير اللي غادي نخدم بها والباقي كنخليوه في بلاستيكه. كما غادي تشوفوا معايا العجينه كتكون مساعدانا في الخدمه. انا خديت غير وحده، غادي نطلقها شويه بالدلاك. من بعد ما بسطت العجينه بهذه الطريقه كما شفتوا بالدلاك، غادي نطويها على هذا الشكل. هاد الطويات هما اللي كيعطيو ديك التجعيبه للشباكيه. غادي نستمر بنفس الطريقه لجميع الكويرات اللي عندي. هذه غادي نرجعها للبلاستيكه كنخليها ترتاح، وكناخذ القطع الاخرى كنديرهم بنفس الطريقه حتى كنسالي جميع القطع اللي عندي. من بعد ما ارتاحت كما شفتوا، هنا غادي نبدا نطلقها بالدلاك شويه. ممكن هنايا في هذه المرحله الا كانت عندكم الماكينه تستعملوها، ما كانش غير بالدلاك راه كتخدموا عادي. هنا غادي نقطع العجينه كما شفتوا على 3، كنخليو غير القطعه اللي غنخدموا بها والباقي كنحتفظوا به في البلاستيكه باش ما كتنشفناش العجينه كيف قلت لكم. من بعد ما خليناها ارتاحت فكتولي مطلوقه، كتساعدنا تساعدنا باش نبسطوها. كما شفتوا هنا انا استعملت غير الدلاك واخا عندي الماكينه، باش حتى اللي ما عندوش الماكينه راه يقدر يخدمها غير بالدلاك. انا هنا وريتكم غير يعني خدمتها قدامكم غير بالدلاك. من بعد غادي نكمل بالماكينه. بالنسبه للقطع اللي غادي نشبكهم، انا كناخذ هذا الجرار هكا، كتكون عنده واحد اليد حيدتها لها وكنخدم هكا بكل سهوله كما كتشوفوا. هذا راه متوفر في الاسواق، كاين باحجام مختلفه، كاين فيه الصغير والكبير. صافي هذا كيعطيني القطع مقادين، يعني كنتفادى انني نجيب وحده كبيره وحده صغيره. هذا كيعطيني القطع متساويين، وكنبدا نشبك في هاد القطع ديالي كما كتشوفوا. هاد الشبيكه سهله، يعني اختاريت لكم اسهل وحده. كاين اشكال اخرى حتى هي سهله كما هاد الشكل، غادي تلقاوهم في القناه ديالي. هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى بشويه زعما باش تشوفوا كيفاش كنحط زوج على زوج، واللي كيبقى كنجمعو من الجناب وكنقلبها كما كتشوفوا. كنضغطو مزيان من الجوانب باش ما كتحناش من كنقليوها. هنا كما كتشوفوا راه ساليت جميع القطع زعما اللي كانوا عندي كاع الكميه. كنستفها في اللاطه وكنخليها حتى كتنشف مزيان. هنا بالنسبه للقلي خليت الزيت حتى سخنت مزيان. انا كنقليها في الكوكوط، فهو احسن حاجه زعما اللي كتقلي لي الشباكيه على حقه وطريقه. كنبدا نرمي في الحبات ديالي في الزيت. هنا العافيه كتكون شويه مجهده، ولكن من بعد ملي كنلوحوا الشباكيه في الزيت كنقصوا على العافيه وكنخليوها تقريبا راه كتاخذ ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ما وصلاش ديال القلي، لان كنقليوها على مهل وبشويه عليها باش كتجينا مقليه مزيان. هنا كما شفتوا كنقلبها غير بهذا العود. كما شفتوا راه ما كتكسر ما كتهرس، كتبقى الحبه كما هي. هنا غادي نحيدها من الزيت مباشره، غادي نديرها في العسل اللي سبق وحضرته معكم حتى هو كاين في القناه. غادي نحطها في العسل وكنخليها كتشرب العسل مزيان حتى كنقلي القليه الثانيه. عاد كنحيد هاد اللي في العسل، عاد كنحيدها من العسل، كنخليوها كتشرب العسل مزيان مزيان. من بعد من كنحيدوها من العسل كنحطوها في الكسكاس حتى كتستقطر واحد شويه، غير شويه ما كنخليوهاش بزاف. ومن بعد كنستفها في بواطه ديال البلاستيك او فاش ما نتوما باغيين تقدموها او باغيين تحتفظوا بها. كنحطها وعاد كنرشها بالزنجلان.
كنبقى مستمره هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. انا غادي نحتفظ بهاد الشباكيه في هاد البواطه ديال البلاستيك اللي عندي، غير هي مره كنقلب هذيك البواطه باش العسل اللي كيكون لتحت كيرجع ينزل هكا، كتبقى معسله ما كتنشفش من العسل. هاد الشباكيه كتجي لذيذه، كتجي مجعبه وشاربه العسل. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. انا غادي نضرب لكم موعد الى الفيديو القادم، كنقول لكم السلام عليكم.